تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى برنامج مواطن اليوم الذي نخصص حلقته هذا الأسبوع لمناقشة واقع مغاربة المهجر في ظل الأزمة العالمية. كيف تحول حلم الهجرة إلى كابوس لآلاف المهاجرين المغاربة؟ أي وضعية تعيشها آلاف الأسر ببلدان الاستقبال بعدما فقدت مصدر عيشها بسبب الكساد الاقتصادي؟ ما هي انعكاسات هذه الوضعية على الاقتصاد الوطني؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتضامن مع الجالية والتخفيف من تداعيات هذه الأزمة؟ هل تملك الحكومة والمؤسسات الوصية مخططا واضحا لانتشال هؤلاء المهاجرين من معاناتهم؟ وأي برامج تم إعدادها لمن قرروا البقاء في بلدهم الأصلي بصفة نهائية؟ أسئلة وأخرى نطرحها على ضيوفنا الكرام. السيد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، مرحبا بك سيدي الكريم في هذه الحلقة. كما يشارك معنا في هذا النقاش الأستاذ محمد الخشاني، وهو الكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة، مرحبا بك أستاذي الكريم. ويسعدنا أن نستضيف أيضا الأستاذ هشام توفيق، مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا وحصل على دبلوم الإخراج السينمائي من روما، مرحبا بك سيدي الكريم. وأخيرا وليس آخرا السيد سعيد إدى حسن، ومغربي مقيم بإسبانيا وهو مدير أيضا مؤسسة أندلس ميديا، مرحبا بك سيدي الكريم. مرحبا بكم جميعا. كما نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أننا وجهنا الدعوة للوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج للمشاركة في هذا النقاش، لكنها لم تلبي الدعوة. مرحبا بكم ومرحبا بمن لبى الدعوة. المحور الأول خصصناه للحديث عن معاناة المهاجرين المغاربة بالمهجر في ظل الأزمة العالمية الحالية. سنناقش كما جرت العادة هذه النقطة بعد متابعة هذا التقرير. المشهد ليس من أحد أسواق المتلاشيات بالمغرب، وإنما هو مكان اختاره مغاربة مهاجرون بأوروبا من أجل عرض ما تحصلت عليه أيديهم من أغراض للبيع. ذكريات عصيبة عن الأزمة ببلدان المهجر وسيارات بلوحات ترقيم أوروبية هي كل ما تبقى لكثير من المهاجرين المغاربة. خدمة ما بقات ما والو، والأزمة بدات من 2007. بنادم كان خدام ما بقات لا خدمة لا والو، وكيجي ما تسلى بعد ما تيدي باني فيها وصافي. الوضعية عندها حالة يرثى لها في إيطاليا من 2007، تنمشيو باش تنقلبوا على الخدمة ما تنصيبوش ترجعوا في حالنا لحد الآن. الظروف شوية صعيبة، البيع والشراء الحمد لله بعد يعني كاين اللي يعني درنا شوية هنا باش نعيشوا، أما بالنسبة لشي ناس اللي ما داروش راه في حالة يرثى لها. من ناحية الأطفال ديالنا جناهم تما من المدرسة وكشي دخلناهم هنايا، يعني ما لقاوش واحد الاندماج اللي كبير، يعني لاقين واحد الصعوبات كثيرة. 4.5 مليون هو عدد مغاربة العالم، جزء مهم منهم حولت الأزمة الاقتصادية حياتهم إلى معاناة دائمة، خاصة بدول مثل إيطاليا وإسبانيا. هذه الأخيرة تشير دراسات متعددة إلى أن ثلثي شباب الجالية المغربية المقيمة بها يعانون من البطالة، وضعية دفعت كثيرا من الأسر إلى جمع حقائبها والعودة إلى أرض الوطن. المهاجر كان دائما هو كبش الفداء، يعني تاريخيا كان هو دائما كبش الفداء بالنسبة للأزمات. عندما تكون أزمة فالذي يعني يتألم منها بهذا التعبير الأول هو المهاجر. اعتبارا لهذا فبطبيعة الحال نلاحظ أنه في دولة مثل إسبانيا مثلا، التي هي يعني الدولة الثانية بالنسبة لتواجد المهاجرين المغاربة، يعني 60% من المغاربة في وضعية بطالة. يعني هذا شيء يعني مخيف بالنسبة لوضعية هؤلاء، سواء في وضعيتهم يعني المعيشية في هذه الدولة أو في انعكاس ذلك على المغرب من الناحية الاقتصادية من الناحية الاجتماعية. الأزمة الاقتصادية التي تمر منها أوروبا تجعل الجالية المغربية هناك في انتظار دائم لإجراءات الحكومة، ليس من باب رد الجميل وإنما بمنطق التضامن الذي يجمع المغرب بأبنائه. لكن كثيرا من المراقبين يؤكدون أن السياسات الحكومية المتبعة ليست كافية. كنظن بأنه كاين واحد المجموعة المسائل اللي كيتي ديبلويي اللي كانت اللي كتمكننا نقولوا بأنه العلاقة المغرب مع المهاجرين ديالو مع الهجرة ديالو تبدلات نوعا ما.
كنظن مازال ماشي في المستوى، وهذا كنقولوه في مجلس الجاليه المغربيه بالخارج، لانه كما كتعرفوا المجلس هو مجلس استشاري واستشرافي. العمل ديالنا هو انه نقيموا السياسات العامه، التقييم العام الى بغينا نقولوا ديال السياسات العامه للمغرب تجاه الهجره ديالو. كنظن اليوم بانه مازال بزاف ديال الخطى اللي يمكن نديروها باش يكون توافق ديال المغرب مع المهاجرين ديالو. في ظل هذه الأزمة الاقتصادية يأمل مغاربة العالم أن يتم إيلاء الأهمية لمشاكلهم بذات القدر الذي يمنح لمبالغ تحويلاتهم من العملة الصعبة، خاصة في ظل وثيقة دستورية تفرد للجالية المغربية بالخارج موادا خاصة تنهي مع المقاربة المناسباتية في تدبير ملف هذه الفئة من المغاربة. التقرير من إعداد الزميل عبد المولى بوخريس. نبدأ معك أستاذ بوصوف، يعني من خلال الأرقام والمعطيات والتقارير المتوفرة، كيف تقيمون أنتم في مجلس الجالية يعني وضعية مغاربة المهجر خصوصا في أوروبا في ظل الأزمة الخانقة الحالية؟ يعني في البداية ربما ملاحظة أولية حول البرنامج، لأن في بعض الأحيان يكرس بعض الصور النمطية على الهجرة، لأن أنا عندما أقرأ الصحف في المغرب وعندما أشاهد البرامج، فعندما الصور هذه السيارات الكبيرة المحملة يعني بالسلع ربما المتهرئة، يعني المقصود بها إعادة بيعها في المدن المغربية، يعني ليست هذه هي الصورة العامة للهجرة. هناك وجه مشرق للهجرة. نعم، وجه مشرق ومشرق جدا، لأن الهجرة يعتريها ما يعتري جميع يعني الشعوب، يعني فيها الفقراء وفيها الأغنياء، لأن ما يمكنش ما يكونوش فيهم الفقراء، فبالتالي التعامل مع هذه الصور ما خصناش. وفي الواقع ما يهمنا اليوم في البرنامج هو أولئك الفقراء وأولئك يعني الذين يعانون في بلدان المهجر. نعم، سنركز عليهم بشكل خاص. فقط للإشارة، لأن هذه الآن يتكرر كثيرا في الصحف، في التلفزيونات، في الريبورتاجات هذا النوع من الصور، فنريد يعني إثارة الانتباه بأن ماشي كل المغاربة يعني من هذا النوع. هؤلاء الآن اللي موجودين في هذه الحالة ماشي عن اختيار ولا عن سبق يعني تدبير اننا خصنا نجي نبيع، وانما الظروف يعني الماديه المعوزه التي يعيش فيها الازمه الخانقه التي تعيش فيها بعض الدول الاوروبيه خاصه منها اسبانيا وايطاليا، يعني دفعت بكثير من البشر يعني من الناس سواء من المغاربه او من الاوروبيين انفسهم يعني الى البحث عن سبل اخرى ربما لم تكن لنرضى عنها او ليرضوا هم عنها، ولكن للضروره احكام فالتجأوا اليها. بطبيعة الحال المغرب كبلد يعني لهؤلاء الناس لابد أن يهتم بهم. نحن يعني نظمنا يوم دراسي وأصدرنا دراسة عن الأزمة في أسبانيا في 2011 وأثرنا انتباه الحكومة إلى هذه الأزمة وخاصة النتائج المترتبة عنها، من بينها والتي ذكرت يعني في البرنامج قضية تدريس الأولاد، باعتبار أن الإنسان إذا قرر أن يعود بأبنائه إلى بلده فستواجهه صعوبة كبيرة. سنأتي للنقطة في المحور الثاني أستاذ بوصوف، يعني لماذا هناك نقص كبير على مستوى المعرفة المتعلقة يعني واقع مغاربة المهجر؟ هناك نقص لأن لم نهتم بالهجرة حقيقة. احنا في المجلس عندما تم يعني تعيين المجلس منذ 5 سنوات اكتشفنا أن المغرب لا يتوفر على معرفة علمية كافية لفهم واقع الهجرة والتعامل معه، وأن السياسات العمومية لم تبنى انطلاقا يعني من دراسات واقعية تعطينا يعني حقيقة أوضاع الهجرة، وأن لم يتم تشجيع يعني لا مراكز البحث ولا الجامعات المغربية لإنجاز دراسات وخاصة من ناحية استشراف المستقبل للتعامل معه يعني بشكل إيجابي يجعل أننا نخفف من وطأة الأزمات وربما نحد من بعض المشاكل. إذن المعرفة العلمية لم تكن متوفرة. نحن من خلال العمل الذي قمنا فيه المجلس سعينا إلى توفير هذه المعرفة العلمية. نقول اليوم أن توفرت لدينا عناصر مهمة من أجل رسم سياسة عمومية تكون في مستوى الاستجابات للانتظارات والتحديات الجالية المغربية، على أساس أن تتعامل معها الحكومة بذكاء وأن تأخذ بها الحكومة، لأن في كثير من الأحيان يعني ما نعيشه اليوم
أن الحكومة تعيش أيضا في بعيدة عن ما يقوم به المجلس من توفير هذه المادة العلمية. سنناقش هذه النقطة أيضا بتفصيل. أستاذ إدى، المغاربة من بين أقوى الجاليات حضورا في إسبانيا، أيضا هم يعني الأكثر معاناة من هذه الأزمة. البطالة ربما تمس أكثر من 50% من مغاربة إسبانيا. أنتم يعني كمقيمين بإسبانيا يعني كيف تقيمون وضع المهاجرين في الجارة الشمالية؟ ربما اولا وقبل كل شيء كنشكر قناه ميديا ان تي في لان على الاقل كل صيف كتثير هذا الموضوع. قبل سنتين وبالضبط وبالتحديد يوم 9 جوان 2011 كنا في نفس هذا الاستوديو في نفس هذا البلاطو مع الاستاذ بوصوف وناقشنا واقع الهجره، وكنا حينها اثرنا انتباه السلطات العموميه الى الوضعيه الكارثيه التي ستؤول اليها الهجرة المغربية في إسبانيا وفي عدد من الدول الأوروبية. ربما هذه الكلمة ديال الكارثية ماشي انا اللي كنقولها، ربما راه في الروبورتاج الا لاحظتوا 3 ديال الناس اللي سولتوهم تيهضروا على الوضعيه الكارثيه. انا كنت ربما يا حبذا نكون متفائل مثل الاستاذ بوصوف ونهضر على الوجه المشرق ديال الهجره، لا يمكن ان ننكره، ما يمكنش تكون عندنا ديك النظره سوداويه، ولكن كنت كنتمنى من المحققين ديال ميديا ان تي في انهم يمشيوا لاسبانيا ويشوفوا المغاربه اللي كيلقطوا الزبل من القمامه. انا ربما هذوك السيارات هادشي ربما حنا كنسمعوا عليه في المغرب هنا، واش هادشي فعلا كاين؟ هذا واقع، هذا واقع. ربما ان هذوك الناس اللي كيقطعوا بهذوك السيارات انا كنعتبرهم محظوظين، لان لقاو ان الحل والسبيل للخروج من ديك الازمه الخانقه. ربما كتقولوا 60%، انا كنقول لك اكثر من 80% ديال المغاربه في اسبانيا في حاله عطاله عن العمل. ما كايناش دراسات، لان للاسف الشديد ما كاينش جمعيات، ما كاينش مجتمع مدني اللي قد يعطينا ارقام صحيحه، ولكن يمكن غير تنزل للشارع تمشي للجامع وتشوف شحال ديال المغاربه في حاله عطاله، ربما ارقام مهوله. كاين مغاربه كنشوفهم كياكلوا من القمامه، زعما واحد المنظر مقرف ولدرجه انك كتستحي وكتقول لا حول ولا قوه الا بالله. وكنتمنوا ان السلطات المغربيه تمشي وتعاين هذوك الناس اللي كيبيعوا ديك الخردانه في المغرب. انا كنعتبرهم محظوظين، على الاقل لقاو واحد الميكانيزم باش يخفوا على العائلات ديالهم وطأ الازمه الخانقه. وربما هم محظوظين حتى على الاسبان، كما قال الاستاذ بوصوف ان الازمه ضربت الجميع ماشي غير المغاربه، ولكن الجاليه المغربيه اكثر تاثرا بالازمه، لان ما عندناش ذاك النسيج الاجتماعي والنسيج الجمعوي ضعيف، لان الجاليه المغربيه كتفتقد للتاطير. السلطات العموميه عندنا ما كانش. الاستاذ بوصوف هضر على السياسات الاستشرافيه، يا حبذا هما داروا دراسه في 2011 وكان في 2011 قد دق ناقوس الخطر بان الاوضاع ستكون كثير وما زال الاوضاع. الدور ديال المجلس انه هو دور فقط يعني تقرير استشاري، يعني يعد التقارير. يعني المفترض ان الحكومه هي اللي تقوم يعني بتنفذ هاد التوصيات اللي كتورد ربما في هذا. لو كان انا كنت كنتمنى ان وزير المكلف بالهجره يكون حاضر معنا هنايا، وكنظن ان وزير الهجره ما حاضرش معنا، هذا ما كيتحملش المسؤوليات ديالو. كان من الواجب ديالو ان يجي يناقش معنا هذا الموضوع، لان موضوع كيهم 10% ديال المغاربه اللي كيعيشوا خارج الوطن و30% من العائلات المغربيه كتعيش مباشره من الهجره. خصو يتحمل المسؤوليه، لان هذه حكومه منتخبه خصها تحمل المسؤوليه ديالها وتجي تناقش تدافع عن السياسات ديالها، تقول لك الغالب الله انا ما نقدش ندير شنو غندير لهاد المهاجرين، وحنا نناقشوها ونطرحوا حلول. طيب استاذ خشان، يعني ابتداء من سنه 2007 يعني كل المؤشرات كانت يعني تؤكد بان مغاربه المهجر مقبلون على سنوات عجاف. هل يمكن القول الان باننا بدانا نؤدي ثمن يعني ربما تقاعسنا عن تطويق تداعيات هذه الازمه؟ اولا ساعقب على ما جاء في تدخلين، لان اولا يعني المغاربه الان يمثلون 15% وليس 10%، لان نحن 4 مليون ونصف قسمتها على 34 مليون. معنى ذلك ان يعني حجم هؤلاء المغاربه، هؤلاء المواطنون المغاربه، لان احنا يعني المرجع الدستوري هو ان نسميهم المواطنون المغاربه. اسمح لي استاذ يعني هذو الناس المقيمين بشكل قانوني يعني هذا التقدير ديال الوزير لان في الحقيقه احنا 3 مليون و329 الف، يعني هذا تقدير ديال مديريه الاحصاء ومديريه لاداكس الشؤون الاجتماعيه والقنصليه في وزاره الخارجيه. ولكن هناك الكثير من المغاربه من لا يلتجئون الى القنصليات، وعلى هذا الاساس فهم ليسوا محصون. مساله الازمه، حقيقه الازمه يعني لا تمس فقط المغاربه، لانه على حسب تقرير ديال منظمه
التعاون والتنمية الاقتصادية، فمن أصل 240 مليون مهاجر في العالم نصفهم يعيش هو يعني عرضة للهشاشة، يعني اعتبارا للأزمات الاقتصادية. معنى هذا أن المغاربة، ولكن المغاربة يعني يعيشون وطأة هذه الأزمة بحدة أكثر في دول مثل إسبانيا نظرا لاعتبارات التاريخية، لأن يعني مفهوم المورو، وقد يعني نرجع إلى هذا بعد قليل، لا زال واردا في النظرة الدونية للإسباني إلى المغربي. وكذلك بالنسبة لإيطاليا، لأنه الماروكينو يعني هو يوازي مفهوم الماروكيني يوازي مفهوم المورو، يعني كنظرة قدحية. الآن حقيقة الأزمة ابتدأت سنة 2007 2008. نتحدث على إسبانيا وإيطاليا بشكل أكثر، وربما البرتغال أيضا. أستاذ الخشاني، يعني فرنسا ربما تسير على ضرب يعني هذه الدول. هل يعني نتوقع يعني أن تزداد الصورة قتامة مما هي عليه الآن بالنسبة لمغاربة المهجر؟ سمعنا السي إيدا كيتحدث على مغاربة في المهجر في اسبانيا كي ياكلوا القمامه. يعني فقهاء السياسه يعرفون السياسه بانها في التوقعات، وعلى هذا الاساس هذا الملف يعني الضخم وذو الانعكاسات الخطيره من المفروض اعتبارا لما قلته الان، لان الان بدانا باسبانيا ثم ايطاليا والان فرنسا يعني بدأت فيها الأزمة، فالناتج الداخلي الإجمالي يعني تقلص ب 0.4% خلال 6 أشهر الأخيرة. معنى هذا أننا مقبلون على أزمة يعني كبيرة في دولة مثل فرنسا التي هي أولى الدول المستقبلة للمهاجرين المغاربة. اعتبارا لهذا أعتقد أننا يجب أن نستبق الأحداث على المستوى السياسي. نحن يعني كمجتمع مدني مهمتنا أن ننبه يعني على أساس أن هذا المسار الذي تسير فيه الأزمة في فرنسا ستكون له انعكاسات خطيرة على المغرب سواء اقتصاديا أو اجتماعيا. أستاذ توفيق، على ما يبدو الوضع يعني لا يقل مأساوية يعني في إيطاليا عن باقي الدول. يعني كيف تشخص يعني أنت المقيم بالديار الإيطالية وضعية المغاربة في هذا البلد؟ أولا قبل كل شيء هل يعني لا زال هو الحضن الدافئ ل يعني المهاجرين المغاربة؟ أولا قبل كل شيء تشكركم لأنكم أعطيتوا فرصة يعني أنكم مثلتونا وأنكم أعطيتوا فرصة للمهاجرين أنهم يدلوا بالصوت ديالهم اللي ظلوا محرومين منه يعني مدة طويلة. وكيف ما قال الأخ سعيد، يكفي أننا نبدلوا إسبانيا بإيطاليا. يعني تقريبا نتطرق لمجموعة من المشاكل اللي تعيشها حتى الناس في إيطاليا، يكفي أن نبدلوا إسبانيا بإيطاليا. وبغيت نرجع شوية يعني الأسباب تترجع شوية الوضعية ديال تاريخ الهجرة ديال المغاربة في إيطاليا. أولا عندنا الناس ديال الثمانينات وديال السبعينات، وعاد الناس ديال أواخر التسعينات. يعني باش نستمروا في النقاش، انت يعني انت عندك دبلوم في الاخراج السينمائي، واش تقدر تنقل لنا قصص على غير القصص اللي نقلها السي حسن إيدا بخصوص يعني وضعيه المغاربه؟ سمعنا مثلا مغاربه كيقتاتوا على القمامه في اسبانيا، انت يعني واش شتي شي قصص مثلا بقات لك عالقه في الذهن ديالك انت هو نفس الوضعيه تقريبا تعيشوها المغاربه يعني في ايطاليا. مؤخرا يعني هذه الازمه هذه اثرت بشكل كبير عليهم، باعتبار ان بعد ما فقدوا العمل ديالهم، بعد ما أثرت عليهم يعني بشكل كبير، لدرجة أنهم كيف ما قال زميلي أنه مشاو تيقتاتوا على القمامات. ماشي مشكل، تفضل سي بوصف، عندك شي تعقيب على هذا الكلام هذا؟ ربما اعتقد اللي قالوا السي سعيد حسين بالنسبه يتعلق بالقمامه امر لا يمكن ان يعني نعممه، لان هذا ربما يكون نوع من الطعن ايضا في شرف المغاربه في اسبانيا. يعني نماذج هناك افراد ربما نعم يعيشون من القمامه ونلاحظهم حتى في المغرب او في دول اخرى من يقتاتوا على القمامه، ولكن ليست هي وضعيه كل المغاربه في اسبانيا، لان نحن نزور اسبانيا وفي اتصال مع الجاليات المغربيه في اسبانيا. فيه ازمه خانقة يعني تثقل كاهلهم، من فقد ربما سكنه، من لا يستطيع تأدية واجب الكراء، ربما من لا يستطيع تأدية واجب الدراسة لأبنائه، ربما فيه ضائقة مالية معيشية حقيقية. هذا شيء وارد وشيء يقول به الجميع، لكن يعني لا يمكن أن نتعاطى معها عاطفيا، وإنما نتعاطى مع عقليا. السي خشاني أشار إلى أن الأزمة يعني تكشف عن بعض المشاكل الهيكلية
للمجتمع الاسباني، لان المجتمع الاسباني لان النسب المئويه المرتفعه للبطاله يعني في صفوف الجاليه المغربيه تعكس هذه المشاكل الهيكليه اللي هي في النظره الى الاخر والنظره الى المغربي والتخوف من المغربي. اذا اول ما ضربته الازمه واشتد عليه الخناق هو المغربي، لان هناك نوع من الرفض للمجتمع ككل لهذا المكون او لهذا الوافد اللي اصبح في اسبانيا هو العنصر المغربي، لان ربما مغاربه الان يصلون الى تقريبا مليون شخص في اسبانيا، واصبحوا يعني في منطقه كاتالونيا اللي فيها سي حسن يعني فوق 300 الف مغربي. اذا الان المجتمع الاسباني يعني اخرج كل مخزونه الثقافي والتاريخي والحضاري للتعامل مع هؤلاء في عز الازمه، وبالتالي مع عقد الازمه وربما زاد من حدتها، فاصبحوا الناس يعني تاثروا تاثر شديد. الان من ناحيه الحكومه المغربيه الازمه كما قلنا قاست المغاربه وغير المغاربه، المغاربه يجب اعاده تاهيل المغاربه. الان ما واجهنا مثلا احنا من خلال الدراسات اللي قمنا بها ان المغاربه لا يحسن يعني كثير منهم لا يحسن التحدث بالاسبانيه، فبالتالي التاقلم أو إعادة الهيكلة أو إعادة التكوين يعني صعبة عليه. مثلا لأن اللغة عامل أساسي في محاولة يعني التأقلم الاقتصادي أو إعادة التكوين. إذا هذا مشكل كان مثلا نحن خصنا نوفروا إمكانات نشجعوا المجتمع المدني والجمعيات المغربية العاملة في هذا الميدان ديال التأطير، لأن حسن قال التأطير وأنا متفق معه على قضية التأطير، باش نأهلوهم لغويا حتى يصبح بإمكانهم إعادة التكوين وإعادة التأهيل. مثلا القضية اللي أشرنا إليه أساسا يعني تأطير المجتمع المدني والجمعيات من أجل الدفاع قانونيا، لأن في بعض الأمور أن أمر قانوني يعني فيه كثير من التجاوزات القانونية في حق المغاربة فيما يتعلق بحقوقهم الشرعية، لأنهم كانوا من يعني المساهمين في مختلف الصناديق ومن المشتغلين ومن الناس يعني أكثر انضباطا، ولكن الآن من الناحية القانونية لا يحسنون استغلال يعني كل ما يوفره القانون من حماية وليست لهم الإمكانات المادية للدفاع قانونيا على حقوقهم، فكثير من هذه الحقوق تضيع. إذن لابد أن المغرب يعني يعمل على إيجاد صيغ مناسبة تساعد هؤلاء للدفاع من الناحية القانونية على هذه الحقوق، وهذه أمور يعني مهمة وقلنا بها، ولكن لابد أن الحكومة تتحرك في هذا الاتجاه. طيب هذا كلام مهم أستاذ إدة، يعني فعلا الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات، هناك أيضا مجموعة من المجهودات من طرف الجهات والمؤسسات المعنية بمغاربة المهجر. أنتم يعني مغاربة ديال المهجر واش كتحسوا فعلا بأن هذه المواكبة ديال المؤسسات الوصية في حل المشاكل ديالكم؟ هو تتركون لمصيركم؟ لا، هو في الحقيقه شوف نقول لك زعما نتكلم لغه الواقع. لغه الواقع هو ان المهاجر المغربي لغه الخشب لا تغني ولا تسمن من جوع. لغه المواطن المغربي كيبغي يحل المشاكل ديالو، وعلى الاقل لو كانت الحكومه عاجزه على الحل ديال المشاكل ديالو على الاقل تهضر معاه واحد اللغه ديال الواقع وتقول له ودي راني عاجزه اجي نناقشوا. مثلا طرحوا القضيه ديال النقاش حول الازمه الاقتصاديه الخانقه في اسبانيا اللي ضربت المغاربه بعمق، وربما ما كنظنش انا لا اشاطر السي بوصوف الراي في ان ربما كاين يلمح ان كاين العنصريه او لا 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 لا، هذا كاين ضعف في التاطير ديال الجاليه. الجاليه كيخصها اللي ياخذ بيديها، كيخصها مسائل ملموسه. كاين الجاليه اللي نجبنا نعطيو على سبيل المثال، على سبيل المثال في ايام فاش كانت ايام العز والرخاء في اسبانيا في سنوات التسعينات وسنوات 2000 كانت التحويلات من اسبانيا اقوى التحويلات من الخارج نحو المغرب كتجي من اسبانيا ومن ايطاليا. البنوك المغربيه على سبيل المثال ربحت الملاير على ظهر المهاجرين، من حقها هي كتعمل في اطار انها باش تربح، هي شركات ربحيه، ولكن سيدي البنوك في الدول الاجنبيه بما فيها اسبانيا كتعمل مؤسسات خيريه كتدعم مشاريع ثقافيه كتدعم مشاريع اجتماعيه. اين هي البنوك المغربيه؟ انا لا اراها بتاتا. الا كاين شي تحويلات فتح حسابات هي الاولى، ولكن باش ترد شويه الجاليه، لان الجاليه الان كتعاني. ربما القضيه ديال القمامه لا يمكن ان نعممها، ولكن حالات موجوده. انا كنقول للسي بوصوف يمشي نهايه الاسبوع امام اي محل ديال ليدل او لا ميركادونا او لا كاريفور ملي كيسيبوا ديك المواد الفاسده ويشوف شكون اللي كيجمع ديك المواد الفاسده. عدد كبير من المغاربه كيلتقطوا ديك المواد الفاسده وهذيك قمامه. ربما هنا في المغرب انا ما عمري شفت شي واحد كياكل من الزبل مع هاد الناس المعتوهين عقليا. اذا خصنا نهضروا ننزلوا للواقع. طيب. ربما نقدروا نهضروا في النظري وفي السياسات ولغه الخشب والاستراتيجيات والاستشراف، ولكن المواطن هذه الهضره ما كتنغموش طيب سي خشاني، يعني هل فعلا الحكومه يعني لم
يعني تتعدى هذه النظرة القاصرة التي تختزل يعني كيف ما قال سيدة المهاجرين في يعني في تحويلات وفي يعني في أورو فعلا جوزنا هذه النظرة. يعني هناك غير ان هذه المساله ديال نظره الاسبان للمغاربه هذه مساله كنظن هناك دراسات قام بها اسبان يعني شاهد من اهلها يعني تثبت ان في تراتبيه المهاجرين يعني المغاربه ياتون في اسفل السلم، ولهذا انعكاس على يعني جميع المشاكل يعني التي يعاني منها المغاربه. هذا لا يعني المشاكل التي تختارها في الرومانيين يعانون كثيرا. لا يعني الكوليكتيف يعني في دراسة دقيقة يعني يثبت أن المغاربة هم في أسفل السلم، معنى ذلك أن النظرة الدونية للمغاربة تفوق كثيرا النظرة الدونية للرومانيين. ولكن ما قلته صحيح فيما يخص تأطير يعني المسؤولية ديال الحكومة المغربية، وهنا لا أشير إلى السي بوصوف لأن الحكومة المغربية يعني هي السيد الوزير لو كان معنا أو أحد ممثليه، لأنه المسؤولية يعني تقتضي يعني تأطيرا لهذه الجالية التي تشكل الجالية الثانية في العالم. النقطة الأساسية هي نقطة البنوك، لأن هذه مسألة الآن يعني أعتقد أن البنوك المغربية استفادت من ملايير. هي الآن يعني الودائع يعني في البنوك 20% ديال الودائع البنوك هي يعني في ملك يعني المغاربة المقيمين في الخارج، يعني تقريبا 100 إذا لم تكن 157 مليار درهم 157 مليار درهم، معنى أن هاد الناس يعطيونا غير 1% من هذا لتشكيل كما قلنا يمكن صندوق للتضامن. هذا يجي في اقتراحات في المحور الثاني. أيوة طيب يعني أستاذ خشني، ما موقع مغاربة المهجر في السياسات العمومية؟ هذا أصلا إن كان للمغرب سياسة عمومية في مجال يعني مجال هذا الجالية المقيمة بالخارج، واش كاين فعلا شي سياسة عمومية؟ تماما، لأن يعني منذ يعني 7 أو 6 سنوات كان يطرح علينا هذا السؤال، فنقول يعني احنا لا نجد في السياسة المغربية سياسة واضحة يعني فيما يخص مجال الهجرة. ولكن يعني ابتداء من يعني هذه تقريبا 5 ولا 6 سنوات بدأت بعض المبادرات، أقول بعض المبادرات ظرفية وموسمية ربما التي تسير في هذا الاتجاه. منها مثلا تشخيص، يعني لأن حقيقة السياسة لا يمكن أن نأتي هكذا ونحدد سياسة في ميدان ما، لا بد أن نمر من الناحية المنهجية من تشخيص لهذه الدائرة. التقارير تم إعدادها من طرف المجلس، واش الحكومة خدت بهذه التقارير وبهذه التوصيات ديالها؟ الآن يعني انتهى يعني 2011 تقرير 2011. إيه دابا الآن يعني الحكومة بصدد أنا باحث، أنا كنطلق من يعني وجهة نظر ديالك الآن، وهذا شاركت فيه يعني شاركت في الأبحاث التي يعني أنجزها بعض الباحثين في أفق إنجاز استراتيجية مغربية في مجال الهجرة. الآن ماذا أعطت؟ هذا هو يعني الآن أنا لم أرى شيئا لحد الآن، لأن حقيقة هذه الأبحاث ليست هدفا في حد ذاتها، بل يجب أن توظف في بلورة استراتيجية يعني من طرف المسؤولين المغاربه على هذا القطاع. طيب سي توفيق، انتم واش كتحسوا يعني مغاربه مهاجرين مقيمين بالديار الايطاليه بهذه الاجراءات وبهذا الخطاب اللي سماه ربما سيدة بلغه الخشب، واش كتحسوا بهذه الاجراءات فعلا على ارض الواقع؟ واش الحكومه واش يعني الدوله المغربيه يعني واقفه معكم في هذه الازمه هذه؟ ابدا، انا تقريبا عندي 13 عام في ايطاليا، يعني الدوله كانت طويل هذه المده هذه، على الاقل اللي عشت انا تماك كانت غائبه، ما عندهاش يعني تقريبا حضور ملموس، ما عندهاش حضور ملموس على الاقل اللي شفنا حنايا في المنطقه اللي حنا تنعيشوا فيها، ايميليا رومانيا اللي هي بولونيا، مودينا، فيرارا، وكاع المدن اللي تحيطوا بها. يعني جامي تقريبا كان شي حضور ملموس اللي كان يعني فعال من طرف الحكومه في حل المشاكل ديالكم، باعتبار ان المهاجر تقريبا. شنو طبيعه المشاكل اللي كنتم انتم يعني كتمنوا ان الحكومه لو انها توقف معكم فيها؟ بحال مثلا ان يعني تعرف البلد، تعرف المغاربه، كيف طرق الاستاذ قبل المصطلح ماروكينو، يعني هذا المصطلح هذا ولا يعني يمثل بالنسبه تمثل في ايطاليا كيف مثلا المصطلح يعني الشائع عندنا في الدارجه ديالنا كلمه عروبي، يعني ماروكينو اللي هي البلد المغربي. انا اللي بغيت نعرف بنفسي انا مغربي يعني ماروكينو، تماك الانسان والتي يعني يستحي انه يقول انا مغربي، لان انا مغربي كلمه يعني تتعني يعني ولو انها بالنسبه لي يعني
ديالي معنى قدحي بالنسبه لي تمثل الجنسيه ديالي، لكن بالنسبه للوسط تماك المعروف به الشائع هو انك يعني عروبي دون المستوى. وهذا المشكل هذا راجع لاش؟ راجع لان الحكومه ما بيناتش المغرب بالصوره الجميله ديالو تماك. وهذه ايضا الدور ديال المهاجرين ايضا. ماشي المهاجر عندك كيف يعني انتم السفراء ديال البلاد في ديك الديار ايضا. هذه مساله مفروغ منها، انا تنشاطك الراي. لكن بالنسبه للنقطه اللي كنت بغا نشير لها في الاول، ان هذا المشكل هذا عنده تاريخ، لان الناس اللي هاجروا في السبعينات والثمانينات كانوا ناس يعني صراحه يعني ما كانوش قارين، كانوا ناس يعني ما عندهمش لان يعني انهم مشاو لواحد الدوله اللي تهضر واحد اللغه اللي هما جامي يهضروها من قبل. دونك فاش ما تيكونش واحد ناس يعني ما كانش تعرف تهضر باللغه الايطاليه، غياب اللغه الايطاليه كان غياب يعني نقطه تواصل ما بين المهاجر المغربي، نهضر يعني هذا مشكل تاع جميع المهاجرين، ولكن بالضبط المغاربه اللي في ايطاليا. يعني فاش كانت غياب هاد نقطه التواصل ما بين المهاجر والايطالي اللي هي اللغه، شكل مشكل ان المغربي يعبر بالطاقات والامكانيات الضعيفه ديالو، يعبر على كيانه، يعبر على ما بقاش لك الاندماج. كانت تنتظر ان الحكومه يعني تجيب الامكانيات ديالها وتجي يعني وتدخل بالوسائل ديالها وبالخبراء ديالها يعني وتبين المغرب اجمل صوره باش تغير ديك النظره. الازمه ايضا ادت الى تصاعد ربما ديك النبره العدائيه ويعني وديك العنصريه تجاه المهاجرين وبما فيهم المهاجرين المغاربه. انتم واش كتحسوا بهذه النبره هذه؟ لان الازمه خلات ان الايطاليين يفقدوا الشغل ديالهم، يعني كيقولوا الاولويه لنا. ولاو يشوفوا المغربي انه واخد لهم لي بوست دو ترافاي ديالهم، ولاو تيشوفوا تينظروا للمغربي واحد النظره ديال واحد الانسان اللي زاحمهم في الخير ديالهم، زاحمهم في الرزق ديالهم، زاحمهم في يعني هما الاولى بهذاك العمل، واولى بهذيك الامتيازات اللي بعض الاحيان الدوله الايطاليه تمتاز بها، تتمنحها للمغاربه. بعد نعطيك على سبيل المثال القانون تيمثل تيسمح يعني الجميع الساكنه اللي كاينه في ايطاليا سواء المهاجرين او الايطاليين بانهم يتوفروا اللي ما عندوش امكانيه انه يتوفر على سكن تيعطيو سكن. ودار واحد معايير باش توفر على سكن، من بينها انك المعيار مادي، يعني شحال تتقاضى في الشهر. المغاربه يعني نهضر بالضبط على بصفه خاصه على المغاربه كاين الاب وكاين الزوجه وكاين الابناء ديالهم. الزوجه ما خداماش وتيولدوا تبارك الله 3 4 ديال الابناء ديالهم، فاش تيمشي يقدم الملف ديالو تيتقبل على ايطالي اللي هو غير بوحدو او هو الزوج ديالو هو خدام، بالتالي هذا كيؤدي لحدوث مشاكل. تعطيهم هما يعني الاسبقيه في انهم يتوفروا ياخذوا هذا السكن والايطاليين الشيء يعني اللي شكل. طيب نستمعوا لسي بوصوف في هذه المساله ديال تصاعد النبره العدائيه، شنو يعني كتقوم به المؤسسات الوصيه من اجل يعني مواجهه هذا الامر؟ هو تصاعد النبره العدوانيه باش نرجع للسيد الاستاذ حسن، العنصريه في اسبانيا واقع قائم لا يمكن لأحد أن ينكره اليوم، لأن كل الدراسات مختلف الدراسات المنجزة كما سار الشيخ الشني حتى من الإسبان أنفسهم تؤكد على أن عامل العنصرية يلعب دورا مهما في التعامل مع المغاربة في إسبانيا. ربما كانت خفت الحدة ديالها مع الأزمة، يعني علاش قلت أن الأزمة تكشف عن مشاكل هيكلية داخل المجتمع الإسباني في تعامله مع الآخر المغربي أو المورو كما يسمى في أدبياتهم. قضية الحكومة، لأن أنا لست متضامنا مع الحكومة، لأنني موقعي خلينا نكون في موقع النقد للحكومة، تقييم السياسة ديالها، تقييم آراء باش نرفعوا من مستواها، ولكن لابد من الإشارة أن المغرب كان من البلدان السباقة لوضع ماشي نقولوا سياسة عمومية متكاملة الجوانب، ولكن على الأقل عناصر لسياسة عمومية. فنشير أن الوزارة الآن منتدبة لدى رئيس الحكومة كانت وزارة منتدبة وزارة خارجية، رفعها إلى وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة حتى تلعب واحد الدور ديال التنسيق مع مختلف الوزارات والفاعلين في هذا الملف. يعني نشير إلى أنه تخلق مجلس الجالية المغربية، نشير إلى أنه تخلق مجلس علمي يعني لتأثير الجالية المغربية في المجال الديني، نشير إلى أن خصصت 120 مليون درهم لتأثير الجانب الديني للجالية المغربية. ولكن كل هذه المبادرات وهذه المؤسسات يعني كاين نوع من بين قوسين تضخم في هذه المؤسسات على الواقع كما قال السيد شنو كاين؟ اسمح لي نكمل. يعني اعتقد لا يمكن ان نتحدث انطلاقا من تخمينات او ما ربما نعتقده نحن، ان ربما هناك ارقام، هناك اوضاع خصنا ناخذها بعين الاعتبار. المشكل ليس في تعدد المؤسسات، المشكل في ان كل مؤسسه لابد ان تقوم في اطار اختصاصها بعملها.
هنا ربما هناك انعدام للتنسيق، ونحن كمجلس يعني نطرح كثير من الاسئله، نطرح اسئله كثيره في مختلف الانشطه والملفات التي درسناها والتقارير اللي انجزناها على مجموعه من المؤسسات. الان كنشوفوا واش ضروره ان للمغرب تكون له وزاره مختصه بالمهاجرين، او ان المهاجرين يكونوا كمواطنين مغاربه يتعامل عليهم انطلاقا من القطاعات الوزاريه المختلفه. باعتبار ان بالنسبه لي اللي قبل الاخوان اشاركهم، لان احنا مغاربه مواطنون خلاص يخشاني، وخصنا نتعامل عليهم بمقتضى المواطنه، وخاصه ان صاحب الجلاله في خطاب ديال 20 غشت الماضي ارفع السقف عالي وقال بان اعترف هو بنفسه ان هؤلاء المواطنون المغاربه ادوا من ما عليهم من واجبات تجاه بلدهم، وعلى بلدهم ان يؤدي ما عليه من واجبات. اذا انا اطالب الان باللي الحكومه المغربيه تقوم بتفعيل هذه السياسات العموميه وتؤدي الواجب تجاه يعني ابنائها، لان خصنا اولا الاعتراف عن طريق يعني مستويات متعدده، اقلها يعني ادبيات الحزبيه. انا كنشوف الاحزاب ديال الاحزاب الاغلبيه في الحكومه الحاليه في البرامج الانتخابيه، في البرامج الانتخابيه يعني كلام انشائي، وكان نعينوا السفراء والقناصله من الجاليه المغربيه. ما شفتش هذا الشيء تفعل الان، مع ان الحكومه عندها اغلبيه. ماذا ننتظر؟ الدول الاوروبيه الان تستعين بخبرات ديال الجاليات المغربيه في تعيينهم يعني موظفين سامون او سفراء او قناصله او مدراء لمؤسسات عموميه في دول، او وزراء في دول الاقامه ديالهم. ونحن في المغرب لم نتحرك بعد، ولم نهتم بهذا القطاع حتى نبعث يعني اشارات من باب الاعتراف او ردود الجميل التي طلبها بها جلاله الملك في خطاب 20 غشت. اذا لابد ان نتعامل مع هذه الجاليه تعامل يليق بما قدمته وما تقدمه من تضحيات للبلد، لانها الان المغاربه عبر العالم فخورون بانتمائهم لبلدهم، يعملون ما بوسعهم من اجل الدفاع عن قضايا بلادهم. الاخ اشار اليها، هم سفراء حقيقيون، لان نلاحظ مبادرات في كل البلدان العالميه ماشي غير الاوروبيه. احنا مثلا المجلس الذي تحدثنا على ايطاليا هذه السنه قمنا بنشاطين مهمين. النشاط الاول قمنا به مع السينيسيس مثلا المغرب، مجموعه من المنتخبين، مجموعه من النقابيين، من اجل الدفاع عن قضيه الضمان الصحي يعني للمغاربه من اجل الاستفاده به في المغرب، لان البرلمان الايطالي لم يعني ما داش لا راتيفيكاسيون ديال واش سمعتي بهذا الشيء سي هشام؟ ابدا بطبيعه الحال، وكان في الصحافه الايطاليه وكان في الصحافه المغربيه مثلا مؤخرا، يعني ايضا مشكل في التواصل بنشاط يعني ايضا مع جمعيه تهتم بالاطفال يعني الغير المرافقين، يعني الاطفال اللي هاجروا غير مرافقين وهم في سن لم يبلغوا بعد سن الرشد، والمشاكل اللي كيطرحوها بطبيعه الحال خصنا نهتموا بهم ونطرحوا القضايا ديالهم ايضا للنقاش. اذا الان خصنا ربما في تعاملنا مع الهجره وهذه الازمه يعني هي واش هي وصلت لدرجه الازمه او فقط يعني هناك مشاكل حاده ويمكن ان تتحول الى ازمه حقيقيه؟ لا الان خاصه في بعض البلدان، اذا قلنا اسبانيا مثلا ازمه حقيقيه، ما يمكنش نقولوش ماشي ازمه حقيقيه خانقه. احنا نرى حتى ان الاسبان انفسهم يهاجرون الى المغرب. الان الارقام تعطي اكثر من 10,000 اسباني هاجروا الى المغرب ويشتغلون في المغرب. اذا ازمه حقيقيه بدون تمييز ولا عنصريه، بدون تمييز، لان احنا عندنا الحمد لله سي حسن إدة. هذا التضخم في المؤسسات اللي ربما ما كيتفقش مع السي بوصوف، وهذا التعدد ديال الادوار ديالها، واش انتم يعني مع هذه المساله او فقط تكون مؤسسه واحده ويكون الادوار واضحه؟ هو في الحقيقه دابا غنحيد الكاسكيطه ديال المهاجر، كنعيش المشاكل ديال الاخوه ديالي في اسبانيا، وغادي نتكلم ربما على السياسه العموميه. انا في الحقيقه كنستغرب هذا الخطاب ديال السي بوصوف، ربما نقد نعتبره نقد ذاتي، وهذا يثلج صدري ان مؤسسه عموميه، لان ما يمكنش انها تفصل راسها على باقي مؤسسات الدوله، لان ولكن الدور ديالهم فقط يعني توفير المعطيات ودور استشاري. على حد العلم ديالي انها مؤسسه عموميه تمول من قبل الاموال ديال دافعي الضرائب، اذا فهي مسؤوله امام الشعب، امام البرلمان، وربما هي تقد تسائل كمؤسسه عموميه. ولكن في الحقيقه اصفق بحراره لهذا النقد الذاتي، لان كنعتبره اول مره كنسمع كلام مسؤول في مؤسسه عموميه كيهضر هذا الخطاب هذا، وربما انهم وصلوا لواحد المرحله ديال النضج وبغاو يهضروا كلام الواقع بدلا من الكلام الفضفاض. تكلم السي بوصوف على القضيه ديال التمثيل السياسي. هذا هو مربط الفرس، هو ان عندنا ازيد من 10%، ربما كما قال السي الخشاني 15% ديال المواطنين، كما قال السي بوصوف المواطنين المغاربه كيعيشوا خارج الحدود، ومواطنين مغاربه ليسوا من الدرجه الثانيه والثالثه،
ولكن للاسف الشديد ليست لهم اي تمثيليه داخل البرلمان الان. ولكن المهاجرين السياسات العموميه، المهاجرين الان واش الاولويه عندهم اللي كيعانيوا؟ واش هي التمثيليه السياسيه او حل المشاكل ديالهم في ديار المهجر؟ حاليا خصهم الخبز، خصهم لقمه العيش، يعني هذا هو الاولويه، خصهم الكرامه ديالهم. الاولويه القصوى ديالهم هو الكرامه ديالهم وديال العيال ديالهم، ديال وليداتهم، انهم يعيشوا بكرامه وما يمشيوش يبقاو ضايعين، لان تشردوا العشرات بل المئات ديال العائلات المغربيه في اسبانيا تشردات. كاين عدد كبير من المغاربه جابوا وليداتهم هنا الدشوره في مناطق في الريف، وربما سي بوصوف كيعرف هذا الشيء هذا، خلاو وليداتهم ورجعوا لاسبانيا غير باش يامنوا لهم لقمه العيش. ديك الدراري ما غيقراو هذا الواقع. ولكن مادامنا كنهضروا على السياسات العموميه، مربط الفرس وقلناها قبل سنتين وبالضبط عندما كان النقاش حول الدستور الجديد، قمنا بتاسيس هيئه مغاربه الخارج لتعديل الدستور. والسي بوصوف كيتذكر اننا قمنا بحمله ضغط قويه باش ان المواطنين المغاربه اللي كيعيشوا خارج الوطن يكون عندهم نفس الحقوق السياسيه، ويكون عندهم الحق في المشاركه في الانتخابات، ويكون عندهم تمثيليه داخل البرلمان. وانذاك كانوا هاجمونا بما فيهم المجلس ديال الجاليه. هناك اعضاء في مجلس الجاليه هاجموني شخصيا لان درت هذيك المبادره. بعد شهور لما تصادق على الدستور اطلقنا مشروع تاسيس حزب سياسي اللي هو حزب الائتلاف من اجل الوطن، ليكون اول حزب سياسي كيتبنى القضيه ديال الهجره كقضيه محوريه. وتلقينا انتقادات من جميع الاحزاب السياسيه، قالوا كيفاش انتم باغيين ديروا حزب فئوي؟ قلنا لهم يا سيدي ما بغيناش نديروا حزب فئوي، هذا حزب مغربي سيؤسس في المغرب على اساس القانون المغربي، ولكن بما ان اكثر من 40% ديال المغاربه مرتبطين مباشره بالهجره، خصنا تمثيليه في البرلمان، خصنا على الاقل 10%، على الاقل 10% ديال البرلمانيين يكونوا كيعيشوا خارج الوطن، خصنا وزراء من الجاليه. وكما قال السي بوصوف دول اجنبيه كتستافد من الادمغه المغربيه ومن التجربه المغربيه، وللاسف الشديد المغرب لسنوات هو كيستافد من التحويلات الماليه. وشنو اللي عطى الجاليه على المستوى التمثيل السياسي؟ لا شيء. في الدستور 4 ديال الفصول كتضمن حق التمثيليه، ولكن للاسف الشديد تم تعطيل الدستور الحالي معطل فيما يخص حقوق الجاليه المغربيه. سي خشاني كتفق مع الراي هذا؟ لا انا متفق مع، لان المساله ديال التمثيليه اعتقد انها مساله واش هي المدخل لحل هذه المشاكل؟ ما يمكنش تسمى مواطن الا ما كانش عندك الحق انك تكون ناخب ومنتخب. هذه مساله الدستور الفصل 16 17 18 يعني 163 ديال هذا، ونزيدوا عليه الفصل 30. يعني هذه مسائل لتزكيه يعني طابع المواطنه عند المهاجر. لا بد من ان يكون له الحق في ان يكون ناخب ومنتخب. مع الاسف يعني لحد الان يعني لم نصل الى هذه الى هذا الواقع، هذا الواقع لانه يعني الاخوان المتواجدين في مختلف انحاء العالم لهم تطلعات ان يساهموا، يعني ماشي غير في التنميه ديال بلادهم، حتى في السياسه. والقضيه ديال التنميه اعتقد انها مساله جوهريه. الا بغيتي يمكن نبداو هذا لانه في الحقيقه لان مساله يعني احنا ربما يعني نموذج المهاجر المغربي تغير كثيرا. فالمهاجر المغربي الستينات يعني لم يعد واردا الان، لان كان المهاجر التقليدي هو الذي يعني ما له من رصيد هو قوه عمله. الان عندنا نماذج جد متميزه سي بوصف تكلم عليها، عندنا في القطاع العلمي، في القطاع الاقتصادي، في القطاع المالي، يعني في القطاع السياسي. هذه كلها طاقات يجب ان توظف لصالح هذا البلد، وهذه كلها لا تنتظر الا هذا. هي مستعده يعني للخير، مستعده، لانه انا اتذكر دائما، وهذا شيء اسرده دائما، يعني مهندس مغربي قال يمكنك ان تغادر المغرب ولكن المغرب لا يغادرك. ومثلا مثال اخر في نفس الاتجاه، كنت في اطار بحث ميداني في جده، وكنت مع احد العملاء الذين يبيعوا السيارات. الهاتف ديالو ملي كيرنش كيقول المغرب جنة جنة، المغرب يا وطننا. تخيلوا انسان النهار كله هو كيسمع المغرب جنة جنة، المغرب يا وطننا. هذا دليل على الارتباط يعني العضوي الوثيق ديال هاد المواطنين المغاربه ببلدهم. اللي كيخصهم هو المناخ السليم
المناخ السليم، وهذا هو بيت القصيد. قلت هذا بيت القصيد لأن هنا عندنا الكثير من المشاكل التي تحول دون يعني أن يستثمر هؤلاء في بلدهم ودون أن يساهموا في تنمية بلدهم بسبب الأزمة يعني المالية الخانقة في بلدان الاستقبال. يعني الكثير من المغاربة من المهاجرين المغاربة فضلوا العودة والاستقرار بصفة نهائية في المغرب. هناك يعني من نجح في حياته في الوطن الأم وهناك من أخفق. سنناقش هذه النقطة بعد متابعة هذا البورتريه. قبل 7 سنوات عكس سليم جباري الآية. بعدما ازداد وترعرع ببلجيكا قرر العودة إلى أرض الوطن محملا بمشروعه وبحلم تحقيقه على أرض الواقع. اختار سليم مدينة الدار البيضاء للاستقرار. هو اليوم مدير شركة تشغل 22 شخصا وتشتغل في مجال الإشهار والتسويق وتصميم المواقع الإلكترونية. بعيدا عن الأزمة الاقتصادية وضغطها المادي والاجتماعي، اتخذ سليم قرار العودة طائعا تاركا وراءه العائلة ببلجيكا. سليم يقول إن اندماجه بالمحيط الاجتماعي والمهني المغربي لم يتطلب منه كثير عناء. بكل صراحه زعما انا ما لقيتش شي صعوبه. راه من الانسان كيكون معقول وكيدير خدمته كيف خاصو يديرها ما كيلقاش شي صعوبه، خصوصيا في لي زافير. ملي كتخدم مع بحيث راه عاود الناس اللي كيكونوا في لي زافير كتكون اون كلاس سوسيال اللي الناس واعيين وقاريين وفاهمين، اذا ما كتلقاش شي صعوبه كبيره. حقا راه من الانسان عايش في بلاد واحده اخرى، ملي كيدخل من بلاد خاصو يندمج للبلاد. الغلط اللي كيكون حنا في الدماغ ديالنا حنا كولاد خالقين لها هي كنظنوا بان ملي كندخلوا المغرب راه المغاربه اللي خصهم يديروا في حالنا ماشي حنا نديروا في حالهم. قبل أن تشتد وطأة الأزمة الاقتصادية بمنطقة الأورو، اختار سليم جباري الانتقال إلى المغرب بغرض الاستقرار. الشاب ذو 33 سنة والذي يمثل الوجه المشرق للهجرة اختار أن يستثمر أمواله وتجربته في المغرب. نترك سليم جباري والعاصمة الاقتصادية لنتجه صوب مدينة خريبكا، المدينة التي تنتمي إليها نسبة مهمة من المهاجرين المغاربة خاصة بإسبانيا وإيطاليا. هنا أيضا مهاجرون كثر اختاروا العودة إلى أرض الوطن، لكن هذا الاختيار كان إجباريا. بالخليد عثمان واحد ممن دفعتهم الأزمة الاقتصادية إلى شد الرحال باتجاه المغرب. ذات يوم من العام 1997 حزم عثمان حقائبه كما كثير من أبناء المدينة قاصدا إيطاليا، لكن اشتداد الأزمة بهذه الأخيرة دفعه إلى تغيير الوجهة سنة 2005 صوب إسبانيا، حيث عمل بمجال التجارة وفتح محلا لبيع الملابس. سنتان بعد ذلك تشتد الأزمة بإسبانيا أيضا، ويضطر كثير من المغاربة إلى إغلاق محلاتهم والعودة خاوي الوفاض. ديك الساعة طاحت لي ليدي، أنا كنت باش ندير الكوميرس وبديت شوية بشوية. درت واحد محل صغير شوية، بديت تندير بلايص في السواق، بيع وشراء في السواق سميتو عليه شوية. درت واحد المحل صغير، دونك بدات الأزمة تتأزم، بدات البداية ديال الأزمة الاقتصادية. دونك ما بقاش عندك تنزل، لحقاش خاصك تخلص قوانين ضرائب بزاف. أنا تابع كل شيء، فهمتي القضية ما بقاتش هذيك. فكرت انا باش ثاني نبدا ندير الكوميرس، السلعه ديال لي بورت اكسبور، فهمتي. في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها إسبانيا، استعاض عثمان عن تجارته وإقامته الدائمة هناك بجلب السلع المنخفضة الثمن وبيعها في أسواق المدن المغربية، في انتظار أن تجتاز أوروبا أزمتها وينتشل كثير من المهاجرين المغاربة من محنتهم. طيب نوصل معك سي توفيق، يعني خلال سنوات ديال الرفاهيه واش انتم كمهاجرين كنتوا كتوقعوا يعني في مقبل سنوات انكم غتوصلوا ربما لهذه الوضعيه، وان البعض المهاجرين انهم يعني يبداو يبيعوا الخرده مثلا في اسواق ديال خريبكا وفي فقيه بن صالح باش يسدوا الرمق ديالهم، واش كنتوا كتوقعوا هذه المساله؟ هو تقريبا ما تاكدنا بنسبه 100% بان احنا دخلنا للازمه ورحنا فيها حتى تقريبا 2004 2005 ويعني وبشكل يعني تصاعدي
يعني لغايه 2009. هذا المشكل هذا في الاول يعني ما كانش الانسان يعني كان غائب عنه، كان عايش يعني دير بالو على اساس انه الفردوس الاوروبي. كان دير بالو يعني بمعنى ان الحياه ديالو يعني هذيك الارض الثانيه والحياه ديالو يعني غتبقى مستمره يعني الى، لكن للاسف الشديد تيصطدم بذاك الواقع ديال الازمه، وهذا شكل النقطه اللي بغيت نشير لها. كيف قلت في الاول كاين جوج جاليات، كاين الجاليه الايطاليه الناس ديال المهاجرين اللي في ايطاليا، وكاين الجاليه ديال باقي العالم. لان الجاليه ديال الناس اللي في ايطاليا عندهم اللغه ديال عندهم المشكل ديال اللغه الايطاليه. دونك الا رجع هنايا سيرتو الناس اللي عندهم يعني اللي كبروا تماك وعندهم 15 عام 20 عام تزادوا تماك او لا كبروا تماك، فاش رجعوا الوالدين ديالهم رجعوا معاهم واصطدموا بالواقع ديال اللغه، اصطدموا بالواقع ديال ان المجتمع ما عرفوش كيفاش تاقلموا معاه هنايا، وفي نفس الوقت المشكل ديال الازمه اللي وعاشوا يعني بين ايطاليا وبين المغرب. انت مثلا واش كتفكر مثلا تعود بصفه نهائيه واش تستقر في المغرب هو في حال استفحال الازمه؟ هو هذه الفكره طبيعه تتراودني، هذه الفكره تتراودني يعني الرجوع الى اولا عندي بحكم الدبلوم ديالي الحمد لله انا بغيت نحاول ندير به شي حاجه هنا في المغرب، لان المغرب في الدومين ديال السينما محتاج يعني يفتقر هذا الميدان هذا باقي يعني في فطور النمو، ومحتاج يعني الكفاءات ومحتاج الناس يعني اللي درسوا برا انهم يجيو يساهموا فيه بشكل فعال باش يزيدوا به لقدام. وانا عندي الفكره ان شاء الله انني نحاول نجيب يعني ديك الخبره ديالي اللي اكتسبتها من برا هنا ان شاء الله في المغرب. سي بوصوف يعني نتحدث، وهذا الرقم ما عرفتش واش صحيح يعني لقيته في خلال التحضير ديال الحلقه، نتحدث على اكثر من 190 ألف شخص يعني لم يعودوا الى بلدان الاستقبال منذ العطله يعني الصيفيه. يعني واش هذا الرقم صحيح؟ واش عندكم شي رقم مغاير؟ وماذا اعدت يعني المؤسسات الوصيه من اجل اعاده ادماج هاد الناس والاخذ بيديهم؟ ربما قبل ما نجاوب على هذا السؤال لابد من نشير سي حسن قال بان ربما اللغه اللي كنتحدث بها يعني استقرب لها، انا اعتقد هذه اللغه ديما كنتحدث بنفس اللغه، باعتبار ان هذه القضايا كندافع عليها بقناعه، بما انني مهاجر عشت في الهجره 20 سنه وكنت ادافع داخل بلدان الهجره على هذه القضايا وبهذه اللغه، فربما الان كيسمعني ويتحدث عن موقع من موقع المسؤوليه، فربما الان كيسمعني باذن اكثر ايجابيه وبدون خلفيه، فاحنا هذا انا كيفرحني ايضا باش نستطيعوا نبنيو المستقبل لهذه الجاليه، لان اعتقد ملف الجاليه ملف خطير وحساس. لكن فعلا استاذ بوصوف فعلا شي مره كان المسؤولين ديالنا كيتحدثوا بواحد اللغه ربما اللي هي مغايره للواقع، ما عندها حتى علاقه بالواقع. ملف الجاليه لازم نتجاوزوا فيه القضايا ديال التعاطي السياسوي. الملف الجالي ديال ملف حساس يتعلق بمستقبل ملايين من الناس، فلازم نرفعه لواحد المرتبه ديال قضيه وطنيه ونتحدثوا فيها بهذه اللغه، وما يكونش فيه معارض وموافق، لان القضيه هذه لازم نشتغلوا بها انطلاقا من واقع وبتوافقات، ولا ناخذ بعين الاعتبار الا مصلحه الجاليه ومصلحه الوطن. قضيه المشاركه السياسيه، المجلس مثلا شكل مجموعه اعمال اشتغلت لمده 4 سنوات، نشرنا كتاب بمناسبه المعرض الوطني الدولي للكتاب المعرض 19، يعني عملنا فيه خلاصه ديال التجارب الدوليه الموجوده في هذا الميدان، عملنا فيه اقتراحين سواء من مجلس المستشارين او الغرفه الاولى، عملنا فيه الاكراهات ديال هذه التجارب وربما العراقل. اذا اعتقد هذا هو العمل. الان الاغلبيه الحكوميه بمجمل احزابها في البرامج الانتخابيه كانت تقول بالتزامها بتمكين الجاليه من هذا الحق بالمساهمه في الانتخابات، ولكن انا فوجئت بالتصريح ديال رئيس الحكومه امام مجلس المستشارين اللي كيقول ما درتوهاش نهار فاش كنت انا في المعارضه وكنت كنقولها ما كنتوش معايا، اليوم انا راني معكم ولكن ما نقدرش نديرها. اذا انا هذا امر يعني ربما لانه كاين اولويات اخرى ربما فاجأني فالامر الارسل وهذا يؤكد ربما بانه كاين واحد النظره نختزل المهاجرين في ذاك التحويلات. بطبيعه الحال قضيه بطبيعه الحال البنوك اشار لها السي، البنوك المغربيه العامله الان في الهجره تقتصر على عرضين فقط، العرض ديال التحويلات وشراء العقار، مع ان القطاعات البنكيه عبر العالم الان تقدم عروض تعد بالعشرات، الان فقط العرضين. اذا القطاع البنكي مطلوب انه يبدع في العروض، وبطبيعه الحال مطلوب منه باش يكون رافعه اقتصاديه مساهمه في التنميه، ولكن ايضا في رعايه المصالح الاقتصاديه والتنمويه للجاليات المغربيه. طيب فيما يخص الناس اللي قرروا هما بالالاف اللي قرروا الاستقرار بصفه والعوده والاستقرار بصفه نهائيه في البلاد، بطبيعه الحال برامج الادماج فيه مجموعه من الناس الان
لاعاده البلاد لا زالت ما وصلتش باش تشكل ظاهره، ولكنها في الطريق الى تشكيل عندكم شي رقم بهذا الخصوص؟ ما عنديش رقم اساسي لان ما كانش احصائيات رسميه ولو تقديري يعني. ما نقدرش اجازف برقم تقديري لان في غياب يعني احصائيات، ولكن هذا لا يمنع من اننا نعد انفسنا. ان تحدثنا وفي البرنامج في الروبورتاج الاول على قضيه التمدرس ديال الابناء مثلا في متعلق باسبانيا، لازم ان نهيئ اقسام يعني بلاد لانه يعني ستطرح مشاكل حقيقيه. نتصور مثلا انه مثلا مهاجر او لا ابن ديال مهاجر مغربي قرا باللغه الاسبانيه حتى مثلا 15 عام والان غادي يرجع للبلاد وغيستقر، يعني شنو كيفاش غنتعاملوا معه؟ غيبقى مشاكل حقيقيه. اعتقد ان البلاد كمغرب عنده امكانيات لادماج هؤلاء، فقط لازم تكون الرغبه السياسيه ولسنا عاجزين، لدينا من الخبراء من الناحيه التعليميه ونستعين بخبراء من الجاليات انفسهم اللي مارسوا في الخارج باش نستوعبوا ونمكنوا هؤلاء من ان يندمجوا يعني في المغرب بخلق اقسام خاصه في مرحله اولى مثلا تاخذ بعين الاعتبار ازدواجيه اللغويه حسب البلد الاقامه سواء كانت اسبانيا او كانت ايطاليا، وبخلق يعني نوع من التحفيزات يعني لهؤلاء الشباب، لان ما يمكنناش خاصه وانهم من حاملي الجنسيات الاوروبيه كلهم، ربما غدا غادي تتحسن الاوضاع الاقتصاديه فيرجع، فعلى الاقل يرجع يكون اطار، فلازم نسهر عليه اليوم باش نكونوا اذا رجع في اطار يعني لان الوضع الاقتصادي ما غاديش تبقى الى ما لا نهايه، يكون على الاقل عنده مستوى دراسي يليق يستطيع ان يلج سوق الشغل يعني بمكان راقي ولائق، يصبح قيمه مضافه لا للجاليه ديالو تما ولا المغرب كمغرب. بدلوا انها تكون في اسرع وقت لان يعني الوقت ما بقاش، لان المهاجر يعني مخنوق انه غادي يبقى يتسنى واحد المده لغايه ما يدرس المحور ويدار له قوانين ويدار له، يعني غادي تكون دازت عامين او 3 سنين او 4 سنين، في الوقت اللي تنشوفوا الان مهاجرين تيقلبوا على حلول يعني اليوم قبل غدا. يعني انتم كطالبوا ربما بحلول اجراءات استعجاليه يعني في اسرع وقت، يعني باعتبار يعني نائب جمعيه ديال اللي فيها يعني تتشكل تقريبا من مجموعه من الشباب اللي تتجاوز الاعمار ديالهم ما بين 15 16 17 18 عام، وكلهم ناس اللي عاشوا تماك، وكلهم ناس اللي تيهضروا واحد اللغه اللي هنايا في المغرب ما تفهموهاش. لو كان بالفرنسي يعني شيء يعني كان غادي يكون واحد التواصل، لكن بواحد اللغه اللي صعيب انهم غادي يتواصلوا بالجيل ديالهم هنايا، يعني تشكل طيب غير ذلك ربما سي بوصف، ولكن سمعوا سي إيدا فيما يخص يعني المبادرات اللي كطالبوا بها انتم كمهاجرين من اجل اعاده ادماج الناس اللي رجعوا للبلاد وقرروا يستقروا بصفه نهائيه، شنو المبادرات؟ المبادرات خصها تكون على مجموعه ديال المستويات، على المستوى الرسمي الحكومي، الدوله بجميع المؤسسات ديالها بما فيها الحكومه او مجلس الجاليه او مؤسسه الحسن الثاني، لان كاين مجموعه ديال الفاعلين والمتدخلين في مجال الهجره، ليس فقط المجلس او الحكومه، كلها خصها الان بطريقه استعجاليه. ولكن للاسف الشديد كنشوفوا ان المشهد السياسي في المغرب حاليا يثير الشفقه، ان حتى المغاربه حنا ملي كنشوفوا من على برا كنشوفوا البرلمان المغربي ولا بحال الحمام، تنقولوا الله يستر، زعما هذه الازمه الاقتصاديه واش هاد الناس هما اللي غيحلوا المشاكل ديال الجاليه؟ قلنا حلول استعجاليه خصها تكون على مجموعه ديال المستويات. القضيه ديال البنوك اللي ذكرت سي بوصوف اللي ذكر سي الخشاني قضيه مهمه، ان البنوك ما خصهاش تبقى غير كتمص الدماء ديال المهاجرين، خصها ترد شويه. هناك اقتراح باحداث صندوق ديال التضامن مع المهاجرين، هذا اقترحناه هذه سنتين، وهنا وفي اطار هذا البرنامج مواطن اليوم انشاء واحد الصندوق ديال لو كان البنوك اتخذت وقت قد تكون مساله ربحيه، مجموعه يديروا ان كونسورسيوم ديال لي بنك ويخلقوا واحد الصندوق ديال التضامن تكون بحال اون غوتريت كومبليمونتير، يكون واحد التقاعد تكميلي، وما كنظنش ان المهاجرين غيكونوا ضد هذه الفكره هذه. ربما البنوك غادي يربحوا ولكن الجاليه غتستافد اكثر. خص كما قال السي بوصوف تكون حلول، يكون شويه ديال الابداع في تقديم العروض وفي تقديم هذا، ما يبقاوش مقتصرين على القروض على التحويلات ودير لاسيورونس باش الا مت يرجعوك لارض الوطن، الا مت الله يرحمني، فهمتي فين ما متنا الله يرحمنا. اما باش تقول لي دير لاسيورونس فتح كونطو ديال لاسيورونس باش نرجعوك للمغرب بنقص، ما تنقولها، ولكن خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم من هذا المنبر. كنطالبوهم وكنت كنتمنى ان يكون شي ممثل من هذه البنوك باش يدافع على راسه، ربما نكونوا غالطين، ولكن للاسف الشديد كنشوفوا الواقع مر، ان في اسبانيا جميع البنوك، كنعطي غير مثال اسبانيا، جميع الدول الاوروبيه عندها مؤسسات خيريه اجتماعيه ثقافيه. للاسف الشديد طيب فيما يخص الاجراءات الاستعجاليه انتم كمهاجرين كطالبوا بها الان في انتظار المخططات والبرامج يعني اطار باش نكونوا واقعيين من هذا المنبر، كنطالب باجتماع طارئ لمجلس الجاليه
الوزاره المكلفه بالهجره وكذلك مؤسسه الحسن الثاني ويتدارسوا القضيه بجديه بعيدا عن لغه الخشب، لان خصنا سياسات استعجاليه الان، لان سي ان ايطا ديورجونس. والا ما كانتش هذه الحكومه وهذه المؤسسات العموميه اللي كنمولوها من جيبنا غتحل لنا المشاكل ديالنا، كنطالبوا منها باش يقدموا الاستقاله ديالهم كاملين. طيب سامع السي خشاني، فيما يخص مساله ديال البرامج اعاده الادماج ديال المهاجرين اللي استقروا في المغرب، يعني هنا نرجع غير واحد النقطه ديال الابحاث. في الحقيقه الان انا كنعتقد ان المغرب كيتميز، وهذا شيء نعرفه لان يعني على باقي دول الحوض الجنوبي بوفره الابحاث حول الهجره. يعني حقيقة نفتقر إلى أبحاث ميدانية آنية، مثلا الأزمة في إسبانيا، هل هناك بحث ميداني في إسبانيا؟ الآن ما كاينش، ولكن الأبحاث بصفة عامة عندنا وفرة، عندنا خزانة جد مهمة، لأن هنا كنعتقد أن يعني المسؤولين سواء على مستوى مؤسسة الحسن الثاني، مؤسسة الحسن الثاني بعثتني إلى دول الخليج لأقوم بدراسة ميدانية. معنى هذا أننا عندنا تشخيص لواقع هذه الحقيقه. خصنا نتكلموا على دول الخليج التي نتكلم عنها. احنا ركزنا على اوروبا، لان 80% ديال الجاليه كاينه في اوروبا، ويعني هي ربما اللي اكثر معاناه. لا، اكثر معاناه هما اللي لهيه، لان هذا مساله ربما طبيعه المشاكل تختلف. اذا الدراسه، اخر دراسه قمنا بها كانت بشراكه مع الاتحاد الاوروبي، مع منظمه تبع الاتحاد الاوروبي، European Training Foundation، حول هجره يعني العوده، وفيها يعني اعطتنا ان يعني 61% فقط من الذين يرجعون يحصلون على شغل. معنى ذلك ان 39 هنا مساله اندماج، لان اذا ما كان الانسان ما لقاش الشغل، ولكن شنو هذا الشغل باي في قطاعات متباينه. كاين اللي كيشتغل في قطاعات متباينه، وكاين اللي كيخلق يعني كينجز يعني مشروعه. المهم ان عندنا 39% ديال الذين يرجعون يعني يبقون في وضعيه بطاله. معنى هذا ان مساله اندماجهم تطرح بحده. هذا يعني يحيلنا الى نقطه اخرى، وهو يعني منظور المغربي الى الهجره، لان هذه مساله هي خصنا نناقشوها، لان الشق الاول في البحث كان حول الهجره الاحتماليه. الان قبل حقيقه ناقشنا هذا قبل قليل، كان يعني مظاهر النجاح الاجتماعي الذي يظهرها المهاجر عند عودته يعني تخلق عند الاخرين تلك النعره للذهاب الى، ولو كان ذلك على حساب حياته، وهذا هو الاخطر. الان يعني لاحظنا في السنوات الأخيرة أن المغاربة بدأوا يعونون بواقع ما يجري هناك، لأن هذه الأزمة رب نقمة في طيها نعمة. بدأوا يعونون بما يجري هناك، لدرجة أننا عندما سألنا المغاربة عن يعني كم من المغاربة يريدون أن يهاجروا، فاحنا يعني كنا ننتظر رقما أعلى من هذا. 42% من المغاربة لهم نية الهجرة، ولكن ميزنا في هذا 42% بين من لهم نزوح قوي ومن لهم نزوح ضعيف، ففقط 9% من المغاربة هم الذين لهم نزوح قوي إلى الهجرة. هذا تغيير جذري في عقلية المغربي وفي النظرة إلى الهجرة. هذه مسألة يعني تجعل من مستقبل الهجرة، وهذه مسألة يمكن نرجع عليها، لأن مستقبل الهجرة هو مسألة أساسية. طيب سي بوصوف، عندك شيء فيما يتعلق باش نسال الاستاذ خشاني الهجره المغربيه الى اوروبا؟ انا في نقاش جمعني مع احد المستشارين للمفوضيه الاوروبيه المكلفه بالداخليه. احنا سنقيم مؤتمر في البرلمان الاوروبي يوم 14 حول قضايا الهجره، من الهجره السليه الى ابعد من الهجره السليه، كيف التعاطي يعني نرفض هذا التعاطي الامني والتعامل الامني للدول الاوروبيه مع الهجره. طيب الاخوان على الاجراءات الاستعجاليه نعم الان سنرجع لها. فانا مما قلته ان قبل سنه 86 كانت سنوات ازدهار في اوروبا، وان الدول الاوروبيه ما كانتش فرضت التاشيره على المغاربه، وما شفناش هجره يعني ماسيف للمغاربه لاوروبا، مع انه ما كانش الفيزا وكانت عمل. اليوم كاين ازمه وكاين تاشيرات بقوانين يعني صارمه. المغاربه ما بقاش عندهم الرغبه، وكيشوفوا الان الاسبان كيدخلوا المغرب ولا الايطاليان وحتى الفرنسيس. يعني انا الان الافريقيين اللي كيجوا باش يمشوا ولكن كيبقاو المغرب اصبح بلد، يعني اعتقد العامل الاساسي في التغيير ان اصبح المغرب بلد يستقبل الهجره، وعليه ان يوفر ايضا الشغل لهذه الهجره اللي كتاتي اليه. اذا لازم تغير السياسه يعني بكل جوانبها. فيما يتعلق اعاده الاندماج اللي كيجيو الان، اما في اطار المبادرات الفرديه يعني اللي اشاروا اليها الاخوان، ان الناس اللي كيجي بحال اللي اشار اليه الروبورتاج كيشتغل على مشروع ديالو في اطار القوانين المغربيه، وفي اطار بعض التحفيزات والتشجيعات اللي ربما قامت بها وزاره الهجره ولم تنسق مع بعض البنوك اللي هي طفيفه جدا، ما ترقاش للمستوى المطلوب واللي خص يكون، فكيستطيعوا يندمجوا. هناك من اضطرته
ظروف الازمه الى الرجوع الى المغرب بصفه نهائيه، وما كانش عنده مؤهلات مهنيه ولا ما كانش عنده راس المال كافي للقيام بمداره فرديه، هذا بطبيعه الحال كيعاني من البطاله، وخصنا ناخذه بعين الاعتبار. ولكن الاخذ ديالو بعين الاعتبار، وهنا ما غاديش نفصل بين مواطن الداخل ومواطن الخارج، لان من كنكونوا في المغرب ايضا مواطنين يعني بصفه عامه، الدوله لازم ان تشتغل على توفير فرص الشغل والعيش الكريم لجميع مواطنيها، سواء كانوا من الناس اللي غيرجعوا من اوروبا بسبب الازمه او من الناس اللي هنا. اذا هذا غادي يتم المعالجه ديالو في اطار شامل وكامل. سيدة، ولكن سي بوصوف انتم كمؤسسه كتعنى بالهجره، السؤال كان محدد وكان واضح، اشنا هي الاجراءات والخطوات الاستعجاليه الان؟ لان في الحقيقه راه ازمه خانقه وانتم راه قلتوها، وزعما لا داعي للتشخيص، راه كلنا متفقين على التشخيص. السؤال كان واضح، حنا قمنا باقتراح، هل تقبلوا مثلا هذا الاقتراح؟ واش يمكن مثلا المجلس ديال الجاليه يدعي الى اجتماع طارئ او موسع ما بين الوزارات وجميع المؤسسات المعنيه بقطاع الهجره باش نتدارسوا هذه الوضعيه هذه؟ كنظن انه ربما يعني بالنسبه منين كنقوموا باقتراحات تكون اقتراحات واقعيه. احنا كمجلس ما عندناش حق نجمعوا الوزارات، لان احنا لسنا قطاع حكومي غير تابعين للحكومه، الحكومه عندها رئيس للحكومه وعندها وزاره منتدبه لرئيس الحكومه، وكاينه لجنه يعني وزاريه كتشتغل. احنا مما قلناه ان هذه اللجنه الوزاريه ما اجتمعتش من نهار تخلقات الا مرتين، في حين انها كان خاصها تجتمع عشرات المرات. اذا احنا بدورنا نعاني من عدم تشغيل هذه المؤسسات الحكوميه. بطبيعه الحال المجلس منشغل بقضيه الازمه، لان نحن مهاجرون، اعضاء المجلس كلهم مهاجرون وفيهم من ضربته الازمه حتى هو. اذا احنا كنشتغلوا على هذه الازمه من منطلق المعايشه اليوميه ومن منطلق المرافقه اليوميه، وكنسعاو لتقديم الحلول يعني في اطار الدراسات اللي كنبعثوا بها. انا كل ما نجلسنا دراسه الا وكنبعثوا بها لجميع القطاعات الحكوميه وجميع المؤسسات. انا عندي واحد السؤال بسيط، جميع المؤسسات الوطنيه. رفعتوا شي راي استشاري لملك البلاد في اطار المهمه ديالكم؟ انتم دابا وليتوا مؤسسه دستوريه بحكم الدستور، والمهمه ديالكم الاساسيه انكم ترفعوا اراء استشاريه. واش قمتوا بهذا الشيء في اطار الازمه الخانقه اللي كتضرب؟ بطبيعه الحال حنا قمنا برفع اراء، يعني درنا دراسات رسلناها جميع القطاعات الحكوميه. الراي الاستشاري حسب ما يفهمه المجلس انه سيتم في اطار عام، لان الهجره اوضاعها متشابكه وعميقه، لان ليس فقط جزء الهجره، لان عندنا قضايا مهمه، قضيه مركبه ومعقده، قضايا الاندماج، قضايا الاشتراك، الانخراط السياسي في بلدان الاقامه، قضيه المراه، قضيه الشباب، قضيه الهويه، قضيه اللغه العربيه، قضيه الدين. الان كنلاحظوا لان الازمات مختلفه، ربما كنشوفوا هذا الجانب الاقتصادي، ولكن عندنا شباب مغاربه مثلا، اكثر من 120 شاب مغربي مشاو يموتوا في سوريا. ولكن كاين دابا فقط دابا اولويات بالنسبه لهاد الناس، يعني دابا المساله كتعلق فقط كاجراء استعجالي مثل طرف الخبز، يعني الناس مهددين في الرمق ديالهم كاجراءات استعجاليه. كل اجراء عندما تقول لنا فيه 120 مغربي مشاو يموتوا في سوريا، وعندنا 100 مشاو من هولندا يموتوا في سوريا، هذه استعجاليه ولا مش استعجاليه؟ كتتعلق ايضا باسر مغربيه وكتضرب يعني في الصوره ديال المغاربه. اذا هي ازمه، اذا الازمات متعدده. تعامل طيب نعم 120 ولا 200 ولا 300 طيب ليست ظاهره، ولكن راه مئات الالاف ديال المغاربه اللي معنيين هذه غير فتره عابره، اما الجاليه فهي حياه. انا متفق معك. اولا لان لا جينا نناقش المجال الديني والشق الديني، ربما الشريك الاقتصادي ما كاينش العصا السحريه لحل الازمات الاقتصاديه، لان لو كانت العصا السحريه ولا فقط الرغبات السياسيه لكان اسبانيا حلت المشكله ديالها وفرنسا غادي تحل والمانيا ما تواجهش. اذا كاين نقولوا احنا التخفيف من حده الازمه، لان المغرب ايضا راه مصاب بالازمه حتى هو. اذا هذا العمل يستدعي مشاركه جماعيه. 30 ثانيه يعني باش نختموا البرنامج. هل انتم في مجلس الجاليه متفائلون بمستقبل مغاربه المهجر في ظل ما يجري حاليا؟ بطبيعه الحال احنا متفائلون جدا بمستقبل مغاربه العالم، نظرا للامكانيات يعني التي تتوفر وتزخر بها الجاليات المغربيه عبر العالم، نظرا يعني للطاقات المتعدده الموجوده، نظرا للمخزون البشري الهائل الموجود في هذه الجاليه. انا بالعكس متفائل ان هذه الجاليه تكون قيمه مضافه لبلدان الاقامه وقيمه مضافه للمغرب. سي خشاني. لا انا غير في تعقيبا على ما 30 ثانيه. يعني حقيقه المساله ديال حل المشاكل هذه مساله استعجاليه وحنا متفقين، انما حقيقه الحكومه الان هذه نظره موضوعيه. الحكومه الان نحن نعيش في اطار يعني عجز
يعني ميزانيه ب 7.5%، وهو يعني مستوى جد عالي. يعني دين خارجي يتفاقم يوما عن يوم. عندنا يعني رصيد من العملات الصعبه لا يكفي لثلاثة أشهر. إذا هذه المعطيات تحيلنا على ما قلناه قبل قليل، البنوك في إبان هذه الأزمة القطاع الذي يعني يظل قطاعا رابحا وهو قطاع البنوك. إذا يعني يمكن أن يساهم في حل هذا تماما، لأنه من أنا كنقول لك 157 مليار، يعني 1% هي 1.5 مليار، مع العلم أن هذه 157 مليار أكثرها يعني في حسابات لا يؤدى عنها، معنى ذلك أن كلها أرباح بالنسبة للبنوك. طيب ولكن اسمح لي نقطة، لأن البنوك يعني يجب أن يكون هناك ضغط سياسي. أنا نرجع إلى الإرادة السياسية، لأن الحكومة هي التي يجب أن تضغط على البنوك للقيام بواجبها. سي توفيق هشام، يعني الغريب أن الكثير من شباب المغاربة لا زالوا يؤمنون بالفردوس الأوروبي وبالحلم الهجرة، شنو تقدر تقول لهم أنت من منطلق التجربة ديالك وتجربة المغاربة إيطاليا؟ أنا تنقول بأن الروبورتاج يعني كان دليل، والاستجوابات اللي درتوهم مع الناس اللي عاشوا برا ورجعوا يعني كانت كافية أنها تقول بأن يعني نختصروها في جمله ما بقى ما يدار. غير اللي بغيت نقول يعني بغيت نضيف هو ان جميع الفئات يجب ان يعني مشاركه جميع الفئات وجميع المؤسسات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه في انها توجد ارضيه لهاد الناس اللي جايين راجعين، على الناس ديال الصغار لادماجهم ولا الكبار. يعني على سبيل المثال كاين واحد تيرجع في عمره 44 عام وتيستضاف بان الا بغى يدفع مثلا دوموند للشغل تيستضاف بان كبار السن ديالو، كبار السن يعني فوق 40 عام يعني ما مقبولش، دونك تيستضاف كاين مجموعه من المشاكل ما بقاش مقبول حتى سي حسن إدا. شنو تقول لهاد الشباب اللي باغيين يهاجروا؟ انا في الحقيقه 9% اللي عندهم نزوع قوي نحو الهجره. لا كنقول لهاد الشباب وكنقول للمؤسسات العموميه وكذلك المؤسسات الخاصه، انا استغرب كيف ان بلد مثل المغرب اللي كيصدر المهاجرين منذ الثلاثينات ديال القرن الماضي الى غايه الان ما عندوش استراتيجيه في مجال الهجره. انا كنستغرب، وبهذا التضخم ديال المؤسسات ليست عندنا استراتيجيه، فبالاحرى تكون عندنا سياسات عموميه مؤثره في مجال الهجره. وهنا كنوجه نداء صادق وخالص بعيدا عن السياسويه وعن النظره الضيقه، كنوجه نداء لهذه المؤسسات اللي هي كتمول من الاموال ديال دافعي الضرائب بما فيهم مغاربه الداخل والخارج، انها تنتفض وتنفض الغبار عن نفسها وتوضع لنا واحد الاستراتيجيه، واحد المخطط من هنا 10 سنين، من 20 عام، كيفاش بغينا تكون هذه الجاليه المغربيه باش يمكننا نشاطروا ديك النظره المتفائله ديال السي بوصوف. والحمد لله التفاؤل ما عمرنا اخر حاجه كتفقد هي التفاؤل. نتمنى ان تصل هذه الدعوه الى من يهمهم الامر. الشكر الجزيل لضيوفي الكرام سي بوصوف، سي خشاني، سي توفيق، وسي حسن إدا. ايضا الشكر الموصول للجمهور الكريم الذي تابع معنا هذا النقاش. مشاهدينا الكرام، بهذا ناتي الى ختام هذه الحلقه. mediantv.com لمشاهده التسجيل الكامل لها، وcitoyen@mediantv.com للتواصل معنا. شكرا لطيب المتابعه وفي امان الله.